السلام عليكم صنفات. اليوم جبت لكم وصفة الكعابر ولا البنادق التونسية، وصفة سهلة. يلا نبداو مع بعضنا. أول حاجة جبت تقريبا طل لحم علوش مفروم، يكون فيه شوية شحم دو بريفيرونس باش معناتها يعطيه تراوة، وفوحته كليلو زعتر، فلفل أكحل، ملح، كروية وتابل. تفوحته زيدا بالزيت زيتونة. عملت له بسباس مرحي، فلفل أحمر. شوفوا البسباس المرحي راهو مكون أساسي وضروري باش يعطيكم النكهة كي يقولش عليها معناتها النكهة البنادق ولا المركز متاع الشارع. ما تنساوش نعناع الشايح متاع التاي. هنا هاكم تشوفوا كمية لفاحات ما نحكي لكم، مش ما شاء الله اللي قلت لهم عليهم الكل. وتو نزيد نكتبهم لكم ان شاء الله اللوطه معناتها في البوكس هذيك اللوطه باش تشوفوا المكونات بالتفصيل. هنا الثوم المرحي كميه باهيه كما قاعدين تشوفوا. لهنا بديت نخلط في كل شيء. اللحم العلوش كما قلت لكم يكون فيه مفروم، يكون فيه شويه شحم باش يعطي تراوه للبنادق نتاعنا. فما شكون هنا يضيف شويه ماء. انا الحقيقه ما تعودتش نضيف، يقولوا اللي الماء معناتها يعطيه تراوه اكثر، ممكن معناها صحيحه هذه الحكايه. اللي يحب يعمل طريف ماء بارد معاه يخلطه مش مشكله معناها، لكن انا الحقيقه ما نعملوش. مبيتوا ليله كامله في اللفاح نتاعو باش يشرب هكا اللفاح الكل كما كنتوا تشوفوا، كما غطى بالسيلوفان وكان في الفريجيدير. لهنا جوست نحيت السيلوفان وباش نبدا نحضر لك عبرات نتاع البنادق نتاعي. على فكره راهي الوصفه هذه تصلح لرمضان برشا. شو لهنا بليتي ديتي بالزيت وباش نبدا نكعبر فيهم. اول ما راح تضغطوا عليهم بيديكم بالقوي باش الكعبه من بعد ما تتحلش، تضغطوا بالقوي ومن بعد تكعبروها بيديكم. سهله راهي ما فيها حتى شيء. كما قلت لكم انا الوصفه هذه حضرها قبل رمضان باش بعديك تسهل عليا برشا وصفات. مثلا نعمل بها العجه بالبنادق، نعمل بها طاجين البنادق، نعمل بها مقرونه بالكعابر، لوبيا بالكعابر، نعمل بها مرقه المالح بالكعابر، نعمل بها مثلا شتيت نهار شويه كفتاجي بالكعابر. اي حاجه فما صدر زاده بالكعابر اللي هو الحسوب بالكعابر. ما نحكي لكمش كميه الوصفات اللي تنجموا تعملوها معاهم يكونوا بنان على الاخر. بالحق حاجه ما نحكي لكمش، تسهل عليكم في الكوجينه برشا معناتها ايامات رمضان. توقعش وقتي معناها تعمل الكعابر نتاعك تولي تحضر فيهم في ساعه يكونوا عندك حاضرين في الفريجيدير. كما قلت لكم انا عملت بريسكرتل باهي معناها نتصور تكفيني الكميه لشهر رمضان هكاكا معناها باش نعمل بها برشا وصفات. من بعد حطيت زيت زيتونه على النار، نار متوسطه، وبديت نحط فك الكعبرات نتاعي. ما نمسهمش ما نحركهمش الا ما نحسهم شدوا رواحهم بالكدا. لهنا شوفوا كي شدوا رواحهم بالكدا بديت نحرك فيهم بشويه باش نبعدهم على جنب ونزيد الكميه الكعابر الاخرى اللي مازلت عندي. شوفوا لهنا قلبتهم بشويه وما نحكي لكمش على الريحه. بالنسبه للزيت راهو تنجموا تعملوا زيت زيتونه والا تخلطوا زيت زيتونه وزيت ميس. انا الحقيقه خلطت على خاطر باش ياكل لي كميه كبيره نتاع زيت الزيتونه، وكما تعرفوا زيت الزيتونه توي كان عندها غالي شويه، وبصراحه نحسه ابن في الحاجات النيه معناها كي نعدي بالزيت الشاميه ولا حاجه. هنا خلطت حطيت غميت الكعابر نتاعي بالزيت. لهنا شوفوا النتيجه محلاهم. حطيتهم في الزيت، حطيتهم في الفريجيدير. ما نحكي لكمش. لهنا شوفوا حبيتنا في ساعه نوريكم شنو الوصفات اللي نعمل بيهم. عجه بالكعابر، هنا عملت بيهم كفتاجي، ساندويتشات بالكعابر. ان شاء الله رمضانكم مبروك.